من منطقة جارش ببلدية بنقشة بولاية الواد، يستعد المزارعون في الانطلاق في حصاد مادة الذرة العلفية، حيث انتقلت عدسة الغرفة الفلاحية لمعاينة أحد المستثمرات الخاصة والوقوف على التحضيرات مع الفلاحين. النتائج كانت جد مشجعة في إنتاج هذا المحصول الاستراتيجي بهذه المنطقة، مما سيحفز الفلاحين والمزارعين للاستثمار أكثر في زراعة الذرة وزيادة المساحات المزروعة وتقليص فاتورة الاستيراد التي تكلف الدولة أموالا باهظة بالعملة الصعبة. هذه الذرة هذه المسطورة راكم تشوفوا في الإنتاج ما شاء الله، فيها تعب كبير، لكن الحمد لله إن شاء الله بإذن الله وربي إن شاء الله يبارك فيها وتجي. وننصحوا أهل المنطقة وأهل الولاية واد سوف كل أنه هذا إنتاج كبير ياسر وإنتاج مليح، وها هو الدليل، ها هو قدامكم الدنيا كل. وأسهل فلاحة هي الذرة هذه، وإنتاجها ما شاء الله ما شاء الله. وكم جيتوا وشفتوا بعينيكم، مرحبا بكم. هنا وانا دايرين منها برسك 40 قطار، ما يقدر 40 قطار تاع ذرة هذه وحدها. وهذه اللي راكم تشوفوا فيها هذه قدامكم راهي عندها تو 3 أشهر ومازالت واحد 40 يوم. معناها الوقت ما تديش وقت كبير ياسر باش نشجعوا الفلاحين، ما تديش وقت ياسر، معناها 40 يوم 4 أشهر ولا 4 أشهر ونص، وتجيب انتاج كبير ياسر وخيرات كبير ياسر. يعني بمقدور يعني 30 كيلو ولا 40 كيلو في القطار، تجيب حتى ال 100 قنطار حتى ال 120 قنطار كيظل مخدومه. معناها ما كاش انتاج قد هكا، وما نجيبوش احنا من عند الخارج، نشجعوا بها رواحنا ودولتنا وبلادنا. وزيد كاينه حاجه اخرى سي احمد، انه الذره هذايا نقدروا نحشوها قبل الوقت باش تجي قرطه واعلاف الابقار والاغنام والانسلاج اليبول هذاك، فهمني. ونقص العلف على الفلاحين وعلى اهل الابقار، الناس اللي عندها لي زونقار الكبيره تاع البقر وتاع الدنيا كل. ما شاء الله في الانسلاج راه تجيب منتوج كبير ياسر 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 خلاص. ونحن